أهلا بكم في حلقة جديدة من الكرة مع زيكو. النهاردة في الحلقة بتاعتنا بنتكلم عن اللقاءات التاريخية لمنتخب مصر والنادي الأهلي والزمالك في فترة الثمانينيات. نبدأ بمنتخب مصر. منتخب مصر كانت معظم لقاءاته التاريخية والمهمة سواء بالفوز أو بالخسارة كانت معظمها مع المنتخبات من شمال أفريقيا. المنتخب المغربي حظينا معه بخمس لقاءات، منهم 4 لقاءات تعتبر نتائج سلبية ولقاء وحيد شهير له نتيجة إيجابية. مونديال تصفيات مونديال 82 كان مع المنتخب المغربي لقاءين. اللقاء الأولاني انتهى بالخسارة في المغرب بهدف مقابل لا شيء، وهنا التعادل 0-0 والخروج وعدم الذهاب لمونديال أسبانيا 82. تكرر الموضوع في مونديال المكسيك ولكن بطريقة دراماتيكية. اللقاء الأولاني هنا في القاهرة والتعادل السلبي، والذهاب هناك وضربة الجزاء الشهيرة لجمال عبد الحميد وإضاعتها، ثم الخسارة 2-0، وتتبعها من ذلك هو استقالة الكابتن الراحل عبد الصالح الوحش. أما اللقاء التاريخي الجميل هو لقاء أفريقيا 86، وتحديدا في نصف النهائي، والهدف التاريخي والشهير لمارادونا النيل الكابتن طاهر أبو زيد في شباك بدر الزكي في الدقيقة 37 من الشوط الثاني، والتأهل إلى النهائي وفوز تاريخي على منتخب المغرب وسط أجواء تاريخية 120 ألف متفرج. المنتخب الجزائري حظينا معه بلقاءات كبيرة، 4 لقاءات، هما كانوا 2 في تصفيات أولمبياد لوس أنجلوس 84 في أمريكا، واللقاء الأول انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1 للكابتن إبراهيم يوسف الراحل، وهنا بالفوز 1-0 برأسية علاء نبيل لاعب المقاولون وسط أجواء هستيرية وتاريخية، والمعركة الشهيرة بين لاعبي منتخب مصر والمنتخب الجزائري. أما اللقاء الأخير فكان في تصفيات كأس العالم إيطاليا 90، والتعادل نتيجة التعادل السلبي في قسطنطينة، وهنا الرأس الذهبية هنا تتكرر ولكن برأس حسام حسن، والتأهل إلى مونديال إيطاليا 90 بعد غياب 56 بقيادة الراحل محمود الجوهري. أما المنتخب التونسي فحظينا معه بلقاء له طابع خاص وانتهى بخسارتنا وعدم التأهل لأولمبياد سول 88 بلد جمال الإمام في الدقائق الأخيرة في شباك الكابتن أحمد شوبير. بالنسبة للمنتخبات الإفريقية هناك لقاءين تاريخيين. لقاء كان ممتع وانتهى بالتعادل السلبي في نهائي أفريقيا 86 أمام المنتخب الكاميروني وضربات الجزاء الدراماتيكية، والتي انتهت بفوز منتخب مصر بكأس أفريقيا 86. أما اللقاء الذي كان محبطا لجماهير الكرة المصرية فكان أمام المنتخب النيجيري في أفريقيا 84، ولا تعتقد أن منتخب مصر كان أحق بالوصول النهائي لولا الحكم والتعادل 3-3 والخسارة بضربات الجزاء. هذا بالنسبة لمنتخب مصر. أما النادي الأهلي فكانت له لقاءات تاريخية طوال حقبة الثمانينات. أول لقاء تاريخي كان النهائي أمام كوتوكو في 82، وفوز الأهلي هنا بالثلاثية للنادي الأهلي، هدفين للخطيب وهدف لعلاء ميهوب، ثم الهدف الإعجازي لمحمود الخطيب في كوماسي، والتعادل 1-1 ورفع النادي الأهلي لكأس إفريقيا يصبح ثاني نادي بعد النادي الإسماعيلي 70 بالفوز بكأس إفريقيا. اللقاء الثاني كان في 84 والنهائي أمام كان ياوندي الكاميروني في كأس الأمم لأبطال الكؤوس، وانتهى هنا بالفوز 1-0 لمجدي عبد الغني، والخسارة هناك 1-0 ولعب ضربات جزاء دراماتيكية انتهت بفوز الأهلي وتألق الكابتن أحمد شوبير. أما اللقاء الثالث فكان في العام التالي أمام اليوفنتوس النيجيري، والفوز هنا ب 2-0، الخسارة هناك 1-0 والفوز بالبطولة المرة الثانية، ثم الاحتفاظ بالبطولة عام 86 أمام السجارة الكاميروني، والفوز هنا بالثلاثية والخسارة هناك ب 2-0 والفوز بهذه البطولة المرة الثالثة والاحتفاظ بتاريخها. ثم هناك اللقاء الجميل وكان الأهلي والهلال في
87. وهنا كان لقاء العودة 2-0 ل أيمن شوقي ولعب الهلال في مرماه، وكان هذا اللقاء هو نهاية اعتزال الكابتن محمود الخطيب. أما اللقاء الذي ما زال يسبب صدمة لجماهير النادي الأهلي فكان لقاء وفاق سطيف في البطولة التالية، وتحقيق وفاق سطيف للمفاجأة وإخراج النادي الأهلي وسط 70,000 بعد الفوز لكلا الفريقين 2-2 والخسارة بضربات الجزاء لتنتهي حقبة الأهلي الأسطورية من 82 إلى 87 والفوز ب5 بطولات إفريقية ما بين أبطال إفريقيا وكأس مصر. أما النادي الأهلي كان له لقاءين شهيرين في نهائي كأس مصر أمام المصري 84 والفوز 3-1 والهدف الشهير لعلاء ميهوب التعادل في مرمى المصري قبل لحظات إطلاق الحكم صفارته والذهاب إلى شوطين إضافيين أحرز فيهم علاء ميهوب هدف جميل. واللقاء الثالث لا ينسى وموقعة استبعاد 17 لاعب من النادي الأهلي وفوز الأهلي على الزمالك بالناشئين في كأس مصر عام 85 3-2 وكان هذا لقاء شهير وانتهى في النهاية لفوز الأهلي في النهاية أمام الإسماعيلي بهدف لطارق خليل. هذا بالنسبة للنادي الأهلي. الزمالك يختلف الزمالك كلنا جزئيا عن الأهلي والمنتخب، لأن الأهلي كان يلعب معظم لقاءاته إفريقية مع إفريقيا وبعضا من الأندية العربية، والمنتخب كانت معظم لقاءاته مع المنتخبات العربية وتحديدا شمال إفريقيا. لكن الزمالك كان له عدة لقاءات تاريخية. أولا عام بطولة 84 والفوز ذهابا وإيابا في سابقة تاريخية بالفوز على شوتنج ستار بالفوز هنا 2-0 وسط أجواء ممطرة، وهناك الفوز 1-0. في بطولة 86 الفوز على افريكا سبورت بالفوز هنا 2-0 والخسارة 2-0 ولعب ضربات جزاء وفوز الزمالك للبطولة المرة الثانية. أما اللقاء الأشهر والتاريخي في بطولة 84 فكان أمام جيت أوزو أو تري أوزو زي ما بنقولها يعني، اللي هو دلوقتي فريق الجزائري، وكان هنا اللقاء الملحمي بفوز الزمالك 3-0 بعد الخسارة هناك 3-1 وسط أجواء هستيريا رهيبة وسط 120,000 متفرج. وكما قلنا أنها كانت ذكرى حزينة عفوا ذكرى سعيدة للنادي الأهلي في بطولة 85 كأس مصر، كانت ذكرى حزينة لجمهور الزمالك بالخسارة 3-2 أمام نادي الأهلي، وكان الزمالك كان عتاولة الكرة في هذه المباراة، ولكنهم خسروا أمام الأهلي 3-2 والسبب هذا في اعتزال وخروج لاعيبة كتير خارج الخدمة من اللقاء. أما اللقاء الذي كان كئيبا لنادي الزمالك فهو خسارة أمام كوتوكو الغاني هناك في كوماسي بخماسية مقابل هدف بعد تقدم بهدف، ويقال أنها كانت تعتبر محاكاة لموضوع معين لا داعي لذكر اسمه دلوقتي. أما نختم الحلقة بمباراتين شهيرتين نادي الزمالك حققهم دوري 84 ودوري 87، اللقاء الفاصل أمام الأهلي والتعادل 2-2 والفوز بالبطولة الدوري، واللقاء الأشهر بطولة 87 وجمع الدوري والكأس ودوري أبطال إفريقيا في 86 و87 والفوز على الأهلي 2-1 بهدفي نبيل محمود وأحمد الشاذلي. كانت هذه مباريات لأجيال الثمانينات الذي لا ينسى سواء لمنتخب مصر أو الأهلي أو للزمالك. انتظرونا الحلقة القادمة ومباريات لا تنسى لجيل التسعينات. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا تنسوا تفعلوا الجرس وتعملوا كل حاجة وتشاركوا القناة. ربنا يكرمنا ويكرمكم.